السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عزيز إجراكتي. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد. كشفت مصادر مطلع أن نتائج تحقيقات فضيحة تذاكر المونديال تقترب في النهاية لترتيب المسؤوليات الإدارية والجنائية. وأضافت ذات المصادر أن لجنة التحقيقات الإدارية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي يترأسها القداج استمعت إلى كثير من 30 مسؤولا من أعضاء المكتب الجامعي ورؤساء الفرق والصحفيين وأعضاء في البعثة المرافقة للمنتخب الوطني. وأوردت المصادر ذاتها أن لجنة التحقيق أنهت عملها ووقعت تقريرا مفصلا إلى رئيس الجامعة فوزي الرخجاء قبل اجتماع المكتب الجامعي لاتخاذ قرارات العزل والتوقيف في حق بعض المتورطين واللجوء إلى القضاة في حق البعض الآخر.